اهلا وسهلا بكم اصدقائنا الاعزاء، اصدقاء قناتنا وقناتكم ابطال البطولات. اهلا بكم جميعا. حلقه جديده، حلقه سريعه ان شاء الله هنتكلم فيها عن حاجتين مهمين: ماتش الزمالك وابو سليم وتعادل فيوتشر، وطايره السله طايره السيدات اهلي امبارح عملت ايه. حضرتك مش مشترك؟ اشترك معانا، فعل زر الجرس تلاقي كل جديد ومفيد ان شاء الله. اول حاجه، الزمالك فاز على ابو سليم الليبي في ماتش كان مقام في الجزائر، والزمالك كسب 2-1 مع اصابه للاسف لزيزو، نتمنى له كل شفاء ويا رب دايما كل لعيبتنا بخير وسلام. ماتش جميل، الزمالك حسم امره. جوزيه جوميز المدرب الزملكاوي الجديد، نقول انه عنده ان شاء الله حاجه عايز يقولها. ان شاء الله الفريق ابتدى يتكلم، ابتدى يطلع حاجه كويسه، الفريق طلع قماش. ان شاء الله منتظرين ان شاء الله الافضل عشان يبقى ماتش كاس مصر ان شاء الله في افضل حال ان شاء الله. نيجي تاني للزمالك. طبعا انا بحب اتكلم عن الاهلي اكتر عشان ما حدش يقول ايه ده بيتحامل على فرقه غير فرقته، انا بتكلم عن فرقتي. لكن الزمالك فريق ابتدى يبقى ليه شكل وصوره ولون، ويرجع الزمالك بيكسب. مش زي اسوريو كان بيقعد يخترع خطط ويضيع الدنيا. انا كان اتمنى ان اسوريو يكمل الموسم بصراحه، كاهلاوي يعني كان هيخلي الفريق في البلاله خالص. المهم يا جماعه، طلع ناس زملكاويه مشجعين اليوتيوبر احنا كسبنا 2-1 واحنا مستنيين الاهلي وهاتوا لنا الاهلي والماتش خلي الماتش بكره. والله ده حصل. طب ما الاهلي لسه كسبان مديامه في ارضه. الزمالك بيلعب على ارض محايده وكسب 2-1 بابو سليم، يعني مش حته حاجه تقيله يعني. المهم ما علينا. طبعا الاهلي ما بيحطش نفسه في مقارنات مع الفرق اللي زي ديت. كل اللي نقدر نقوله ان الاهلي قدر يعني ينفذ فكره ويوصل فرقته انه الصعود لدور المجموعات باقل مجهود مع السكواد الكبير اللي ناقص الاهلي. الاهلي فيه ناقص لعيبه حوالي 10 لعيبه ما بين اصابات وعدم جاهزيه فنيه، وطبعا عارفين كلنا بقى الشناوي وغيره وغيره وغيره. وان شاء الله ربنا يجعلهم كلهم بخير وان شاء الله يعودوا لافضل حال. طبعا انا بعمل الفيديو دلوقتي الساعه 4:30 قبل ماتش بتاع ان شاء الله البلديه الساعه 7. ان شاء الله يبقى لنا رد فعل ان شاء الله بعد ماتش البلديه باذن الله تعالى. تابعونا وان شاء الله تجدوا كل جديد عندنا، وان شاء الله تبقى نتكلم بصوره وافيه عن ماتش البلديه باذن الله. كمل كلامنا. احب اقول للناس الزملكاويه اللطاف الجمال اللي كانوا بيقول لك هات الاهلي، وفكرتني بمقولتك اوعى تنام يا اهلي والاهلي كسب. هاتوا لنا الاهلي والاهلي كسب. يعني فكل اللي نقدر نقوله ان كل ما الزمالك يقف على رجليه ويطلب الاهلي، الاهلي يحط عليه. ماتش سموحه الزمالك غلب سموحه 5، تاني ماتش الاهلي غلب الزمالك 4 بهدف زيزو اللي هو اصلا فاول على الزمالك. نكمل كلامنا ان شاء الله. خليك معانا، لو انت مش مشترك اشترك معانا وفعل زر الجرس تلاقي كل جديد. تعادل فيوتشر حطه في 8 بونت، فاضل له ماتش اللي جاي ان شاء الله مع بطل ليبيا ان شاء الله يصعد. بس ان شاء الله توقعنا يعني هي الصوره باينه من اول الموسم، يعني ان الزمالك هيلعب يصعد، الفيوتشر يلعب يصعد، الاهلي يلعب يصعد. بيراميدز اللي معروف ان هو الطموح الكذاب والفريق اللي هو ايه يعني لا لون ولا شكل ولا ريحه، كيد نسا وخلاص. وخرج وانا سعيد ان بيراميدز خرج بصراحه. الفريق ده ما بحبوش، الفريق ده اصلا قائم على فكره شريره، فكره نقدر نقول فكره كيد مش اكتر. مش بص ان هو يبقى بطل رياضي زي فيوتشر. فيوتشر حب يتعلم وتعلم من الاهلي وعمل اكاديميه كويسه وجاب كوادر محترمه جدا زي كابتن علاء ميهوب، طبعا زي هيثم عرابي. ناس محترمين وعاملين شغل كويس. وهم الاهلي وقف مع جنبهم في اول الموسم اللي فات واللي قبله، هم ردوا الجميل للاهلي لما الاهلي طلب عمر كمال جابوا الاهلي، لان هم كانوا السنه اللي فاتت طبعا تعنتوا في انتقالات لعيبه من فيوتشر الاهلي، فالاهلي سحب لعيبته. عرفوا قيمه الاهلي، قال لا ما ينفعش نعادل الاهلي. ده في مختصر القول يعني. طبعا امبارح كان في ملحمه رياضيه جميله. بنات الاهلي كسبوا الزمالك في السوبر لتاني سنه على التوالي. كسبوا السوبر المصري بنتيجه 3-2 في الاشواط. ماتش انا كنت بتابع اجزاء كبيره منه.
ماتش جميل جدا، هات رايح جاي رايح جاي، 2-1 اشواط، لقيت 2-2 3-2 فيصل، الاهلي كسب. كان ماتش جامد جدا. ف يعني نقول ايه، الاهلي الحمد لله رجال وسيدات بيخلص كل حاجه، يعني اهلي سله، طايره، يد، قدم، الحمد لله. حتى كره ماء، كره الماء كانوا غالبين مش عارف 11-3 بين 14-3 حاجه كده يعني، الاسبوع اللي فات من كام يوم. فاللي اقدر اقوله واللي اقدر اتكلم فيه يعني بقلب جامد زي ما بيقولوا، الاهلي اقوى من اي حد، والاهلي رقم واحد في افريقيا والعرب وطبعا مصر، لان مصر عامل مشترك ما بين الاثنين، ما بين الفرق العربيه وما بين الفرق الافريقيه، والحمد لله يعني احنا اكبر من اي حد. فعلا الاهلي اعظم نادي في الكون زي ما اليافطه اللي ورايا دي بتقول، والاهلي اكبر من اي حد. طب في حد كان سالني انت حاطط ايه الكاسات اللي انت حاططها عندك دي؟ ده كاس ابطال افريقيا ال 12، ده كاس عالم الانديه اللي ان شاء الله هنوصل له، ده كاس العالم في منه مجسم انا اللي عامله على ايدي، وفي طبعا كاس العالم القوي دوت. ده انا اتمنى ان مصر توصل له، وان شاء الله تحصل عليه في يوم من الايام، ومش بعيد على ربنا يعني. بس احنا عايزين بس الناس تلعب بحماس، والناس فعلا تبعد عن المصالح والمجاملات وتختار زي ما كان كابتن حسن شحاته بيختار للكفاءه والجوده، وليست المصالح والتعريض المستمر. طبعا مش عايز اطول على حضراتكم في الفيديو بتاعي، كل اللي بقصد كلامي ان انا عايز اقول حاجه واحده بس: الاهلي فوق الجميع، فوق الجميع، فوق الفرق، فوق المصالح الشخصيه، فوق اي حد يتكلم عن الاهلي. انا شفت فيديو كان كابتن مجدي عبد الغني في برنامجه جايب كابتن معتز اينو اللي لعب اهلي وزمالك، واسامه حسن اللي لعب اهلي وزمالك، كانوا بيتكلموا بيقول لك رمضان صبحي رد بيه اينو رد جميل جدا، قال له كده رمضان صبحي ساعه مشي الاهلي وخش بطوله، بيراميدز نفسه ما خدش ولا بطوله. يعني كل من هو مشي من الاهلي راح لهناك، كان عبد الله السعيد ولا شريف اكرام ولا احمد فتحي ولا رمضان صبحي ولا حتى حسام عاشور اللي مشي وراهم، كل الناس دي ما خدتش بشيرين كوره، كل دول بلح. ليه؟ لان الاهلي هو اللي كان عامل لهم قيمه، هم خدوا بطولات في المكان اللي بياخد بطولات، يعني هم لعيبه كويسه، لكن لما راحوا في مكان مش قادر ياخد بطولات ضاعت موهبته. فعلا كلمه كابتن الخطيب انا زعلان عليهم زعلان منهم، دي حقيقه يعني يسترها التاريخ، ودي فعلا كلمه في محلها وفي مكانها الطبيعي. فكابتن ميدو وكابتن خالد غندور ردا سريعا عليهم. كابتن خالد غندور بيقول لك بطوله الكونفدراليه اقوى من دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا يعني بطوله ضعيفه. انا معاك اوريدي، انا بفكر بنفس تفكيرك الجهنمي الجهبذ. لما يكون الكونفدراليه اقوى، طب انت ما بتعملش حاجه في الكونفدراليه ليه؟ ما بتخشها. عشان انت السنه دي ماشيه معاك عشان بيلعب 3 ملاك الشباب، بلاش دي. دوري ابطال افريقيا اللي هي اصلا بطوله ضعيفه، انت بقالك كام سنه مش عارف تعدي منها المجموعات ليه؟ هل عشان هي ضعيفه انت متكبر انك تصعد فيها؟ لو في بطوله ضعيفه فعلا وانت فريق قوي خلص فيها زي الاهلي بيعمل كل سنه بيلعب نهائي كده، تطلع منها يعني ما شاء الله عليك، مش عايز اقول يعني حصاله، زي ما بيراميدز السنه طلع حصاله، خد منك اللقب تاني دوري، خد منك اللقب حصاله، خد منك اللقب ان هو يلعب ابطال وانت بتلعب كونفدراليه. خد انت مكان بيراميدز، طيب شاطر انت على بيراميدز يا سيدي. بيراميدز عمال ياخد لعيبتك اصلا انتقالات حره انتقالات حره انتقالات حره، وانت لو تشتري منه اشتري منه عبد الله السعيد بملايين اللي هو اصلا اوريدي اخر سنه يوم بيشطب كوره. افهم انت بتتكلم ازاي، فكر اعرف انت بتفكر ازاي والناس بتعاملك ازاي، وانت تعرف دنيتك ماشيه ازاي. مش طول عليكم، انا كنت سعيد جدا اني كنت معاكم في الفيديو السريع دوت، وان شاء الله انتظروا مننا ان شاء الله فيديو مسائي ان شاء الله بخصوص مباراه الاهلي والبلديه، وان شاء الله اتوقعها ان شاء الله 2-0 للاهلي، وان شاء الله تكونوا معانا، وان شاء الله يكون اسامه ابو علي يلعب ويعمل حاجه محترمه ان شاء الله. اتمنى ان انا اشوفكم معانا ان شاء الله، ويا ريت تسيبوا لنا تعليقاتكم وتقولوا لنا يعني توقعاتكم ماتش النهارده ايه، ورايكم ايه في القناه، وان شاء الله في تطوير مستمر. كان معاكم احمد زيكو، قناتنا وقناتكم ابطال البطولات. السلام عليكم.